قول بديع معجز إحكامه وبيانه ولطائف الأسرار. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني المستمعين، أخواتي المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بداية أريد أن أرحب بكم في تسجيلات مدونة ثقافتي. هذه الأخيرة عبارة عن مدونة تهتم بكل ما هو علمي ثقافي وأدبي، وكما أنها تسعى إلى رفع من مستوى الثقافة البشرية. لكي لا أطيل عليكم أعزائي المستمعين، أترككم مع الدرس الأول الذي يتحدث عن تطور المالية العامة. إن العصور القديمة لم تعرف من المالية العامة سوى بعض القواعد حول الموضوعات التي أشار إليها بعض فلاسفة علم الاجتماع في كتاباتهم، وبعض القواعد المتناثرة التي ذكرها مؤرخ الحضارة القديمة. فيروي تاريخ الفراعنة عن وجود قواعد تنظم بعض النواحي المالية، ولكنها بقيت دون تدوين أو تجميع، حتى ورث الرومان واليونان هذه القواعد من الفراعنة فعدلوها وأضافوا إليها بما يتناسب مع الزمان والمكان الذي عاصروه وصاغوه بشكل قوانين مالية، والتي جلبوا الأموال الوفيرة بموجبها لخزائنهم. وبعد ذلك سنت الدول القوانين المالية، ونتيجة لذلك زادت الضرائب العامة وتقل كهل المكلفين بما يتحملوه من اقتطاعات. وقد شعر الشعب بالظلم نتيجة لعدم توزيع الأعباء العامة بصورة عادلة. وقد أبرزت الحركات الشعبية التي قامت في بريطانيا خلال القرنين السابع والثامن عشر أهمية المالية العامة، وأدت هذه الحركات إلى ظهور مزيد من الأبحاث في هذا المجال، كما أن للثورة الفرنسية أثر كبير في تطور القواعد المالية وظهور الأصول النظرية لعلم المالية العامة. ولقد ازدادت أهمية هذه الأبحاث المالية لتصبح موضوعات مستقلة وأبحاث خاصة في الإنفاق والجباية مكونة بذلك علم مستقل له مدلوله الخاص وكيانه المستقل. وهكذا كانت القواعد المالية التي عرفتها الحضارات القديمة أساسا تطبيقيا لعلم المالية العامة، الذي ظهر وتبلور في القرنين الخامس والسادس عشر في ظل نظام الاقتطاع، أي الذي قام على انعقاد الإمبراطورية الرومانية. ولم يتطور هذا النظام في الأمور المالية، وفي هذه الأوقات كان العرب يعيشون حياة قبلية لا أثر فيها لتنظيم الأمور المالية العامة، إلى أن جاء الإسلام فأوجدت الدولة الإسلامية في الكتاب والسنة قواعد مالية واضحة، واتسعت نتيجة اجتهاد الخلفاء في الأمور التي كان عليهم مواجهتها من جهة، واقتباس ما كان معمولا به في البلدان أو في البلاد الأخرى من جهة أخرى. وقد نظم الخليفة عمر بن الخطاب بيت المال، فوضع هارون الرشيد قواعد مالية مستقرة في الجباية والإنفاق. ولم يتعرض المؤلفون للمالية العامة كعلم مستقل له مقوماته حتى انتهاء القرون الوسطى، عندما ازدادت وظائف الدولة. وقد تشبعت وتمددت موضوعات علم المالية بدراسة الإيرادات والنفقات والموازنة العامة. وبتطور الدولة تطور علم المالية العامة نظرا لما للجباية والإنفاق من دور في القيام بوظائفها. لذلك كانت الحاجة ملحة لوضع قواعد منظمة للمجال المالي حتى تستطيع الدولة أداء وظائفها على أحسن ما يرام. ووجود أنظمة مالية قديمة لا ينفي بأن علم المالية قد يعتبروه جل علماء المالية بأنه حديث العهد، لأن اهتمامات القدماء بهذا المجال لم تستطع أن تضع القواعد التي من شأنها تأمين تحسين الموارد وصرف النفقات. تطورت المالية العامة تبعا لتطور الدولة في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وألفت في هذا المجال مؤلفات مثلث نقطة في البداية لعلم المالية العامة، حيث كتب العالم الفرنسي بودان عام 1576 ميلادية الأصول المالية، وكتاب روح القوانين لمونتسكيو، وكتاب ثروة الأمم لأدم سميث تعرض فيه للضرائب. ثم توالت المؤلفات والكتابات والأبحاث في مجال المالية العامة، وكان أهمها ما جاء به نيو كلاسيكون، حيث أن النظرية
حيث أن النظرية الكينزية أثرت بها كل اقتصادية العالم، خصوصا بعد أزمة 1929، ونظرا للأهمية التي أولتها الحكومات المعاصرة لهذا العلم. فيما يخص تطور المالية العامة، لقد أدى نشوء الدولة الإسلامية إلى بروز العديد من القواعد لا زالت العديد من الدول الإسلامية الحديثة تعمل بها. لذلك كان ظهور الشريعة الإسلامية كحقبة تاريخية استطاع من خلالها علماء الإسلام تنظيم العديد من مجالات الجباية والإنفاق. أما في الدول الغربية فأهم ما ميز المالية العامة هو تطورها من مالية تقليدية إلى مالية متدخلة. المالية العامة في الإسلام لم تكن المالية العامة للدولة منفصلة عن مالية ملوك والأمراء في ذلك الوقت، بل كانت تختلط ماليتهما معا، فقد كان هؤلاء ينفقون عن حاجات المواطنين من أملاكهم الخاصة، وعندما يحتاجون إلى مزيد من الأموال لتغطية بعض النفقات الزايدة كانوا يفرضون الضرائب على أفراد الأمة، مما أدى إلى مطالبة الشعوب بوضع قواعد للمالية العامة للدولة تؤدي إلى انفصالها عن مالية المالك أو الأمير، وبضرورة موافقة ممثلي الأمة على فرض الضرائب وكيفية تحصيلها وإنفاقها. وفيما يتعلق بالمالية العامة قبل الإسلام فلم يكن للعرب نظام مالي، لأنهم كانوا يعيشون عيشة قبلية لا أثر فيها لتنظيم الأموال العامة، واستمر هذا الوضع في العهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان في مكة. فلم يكن للدولة الإسلامية مالية عامة محددة الأبواب من نفقات وإيرادات، حيث كانت إيرادات الدولة في هذه الفترة تعتمد على تبرعات الصحابة لإنفاق منها على الفقراء والمساكين أو لتغطية بعض الحاجيات الضرورية. فلما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة وبدأ ظهور شكل الدولة الإسلامية بوضوح، نزلت الآية من الآيات القرآنية التي تتحدث عن الزكاة والغنائم والجزية. هذه 4 محاور سنتطرق إليها. بالنسبة للزكاة وتعتبر المورد الأول من إيرادات الدولة الإسلامية، وتفرض على النقود وعروض التجارة والذهب والفضة، وكذلك الإبل والبقر والغنم والحنطة والشعير والتمر والزبيب إذا بلغت النصاب، وتصرف وفقا لقوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. صدق الله العظيم. أما بالنسبة للغنائم وتعتبر المورد الثاني من إيرادات الدولة الإسلامية، وتفرض على ما يغنمه المسلمون من غنائم في الحروب، وتحصل عنوة أو جبرا، وتقسم الغنائم على 5 أخماس، ف4 منها لمن قاتل عليها، و5 واحد مقسم على 4، فربع لله ولرسوله ولذي القربى قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أي ذي القربى. ولم يأخذ الرسول من الخمس شيئا، والربع الثاني لليتامى، والثالث للمساكين، والرابع لابن السبيل استنادا لقوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى وابن السبيل، من سورة الأنفال آية 41. الفيء هو كل ما صار للمسلمين من أموال الكفار ومن غير قتال، وهذا ما يميزه عن الغنائم هو التي تؤخذ قهرا أثناء القتال. ويصرف الفيء وفقا لقوله تعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله ولرسوله ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، هي 41 سورة الحشر. وقد استقر الاجتهاد على أن الفيء لجميع المسلمين الفقراء والأغنياء، وإن الإمام يعطي منه للمقاتلين والحكام والولاة من أجل بناء القناطر والمساجد إلى آخره. الجزية وهي ضريبة تفرض على رؤوس الذكور العقلاء والبالغين من أهل الكتاب وممن له شبه كتاب كالمجوس، ويعفى من الجزية. الجزية أي المرأة والصبي والمجنون والعبد. وهدف مشروعية الجزية هو مقابل حماية أهل الكتاب وحماية أموالهم وممتلكاتهم، ومقابل إعفائهم من الخدمة العسكرية. ودليل وجوب الجزية قوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون.
أي هي 29 من سورة التوبة. لم يختلف نظام المالية العامة للدولة الإسلامية في عهد الخليفة أبي بكر الصديق رضي الله عنه عما كان عليه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث كانت تعتمد إيرادات الدولة الإسلامية على نفس الإيرادات التي كانت في عهد الرسول، والتي تتكون من الزكاة والغنائم والفيء والجزية. أما في عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقد كثرت إرادة الدولة الإسلامية نظرا لاتساع مساحتها بما فتح الله على المسلمين من البلاد، فقد شملت الصدقات بأنواعها والعشر والخراج والجزية والغنائم والفيء والعشور ومال اللقطة وتركة من لا وارث له وكل مال ليس له مالك. ولما كثرت إرادة الدولة الإسلامية في عهده دعاه إلى التفكير في ضبط تحصيله وكيفية توزيعه على المستحقين بطريقة عادلة، فوضع لهذه الأموال الدواوين. وبالمقابل عمل عمر بن الخطاب على إنشاء المرافق العامة من أجل تعمير البلاد وإصلاحها، فأمر بحفر ما تحتاج إليه الأرض من التراعي وإقامة الجسور، وكان يحض الناس على استغلال أموالهم والحيلولة دون الإفراط في جميع الثروة. وهو أول من أمر بسك النقود في الإسلام سنة 48 هجرية، وهو أول من وضع الضريبة على أموال التجارة أي العشور، وجعل الناس فيها على 3 درجات: المسلمين ويؤخذ منهم ربع العشر، والدامين ويؤخذ منهم نصف العشر، والحربيين كما يأخذوه من المسلمين وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل. والسبب مشروعية العشور هو حماية أموال التجارة، لذلك لا تؤخذ العشور من غيرها، فعند مرور التاجر من أراضي الدولة الإسلامية ومعه أموال التجارة أخذت منها ضريبتها. أما لو كان معه ماله الخاص فلا يؤخذ منه شيء. ويعتبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أول من وضع الخراج على الأرض التي استقر الكفار عليها، أي عندما فتح الله عليه العراق. والخراج ضريبة على أصناف من الأراضي وعاؤها يتكون من: ألف، الأراضي التي فتحت بالقوة ثم أصبحت للمسلمين. باء، الأراضي التي تخلى عنها أصحابها أثناء فترة الفتوحات الإسلامية فانتقلت ملكيتها للمسلمين. ويعتبر الخراج المفروض على الأرض إيرادا يدفعه الزراع سواء كان مسلما أو غير مسلم. جيم، الأراضي التي خضعت للمسلمين صلحا أو أرض الصلح، وهذه إما أن تنتقل ملكيتها حسب شروط الصلح إلى المسلمين فتصير وقفا دائما لهم، أي تمتلك الدولة رقبتها، أو تبقى ملكا لأصحابها وهنا تعفى من الخراج متى أسلمت أصحابها. بالنسبة للدولة المحايدة هي الدولة التي يقتصر دورها على الدفاع وعلى إقامة العدل وعلى القيام ببعض الأعمال العامة اللازمة للجماعة، والتي لا يكفي دخلها إلا لتغطية نفقتها، مما يعرف بالمرافق العامة التقليدية. وقد انعكست طبيعة هذه الدولة في النظام المالي، فكان على هذا النظام أن يقتصر على الأغراض المالية وحدها، أي أن يقتصر على الحصول على الإيرادات العامة اللازمة لتغطية نفقات تقليدية، وهذه النفقات محدودة النطاق على ما تقدم. أي كان على المالية العامة أن تكون محايدة، بمعنى أن لا يكون لها أغراض غير مالية، فلا تهدف إلى إحداث أي تغيير لا في البنية الاقتصادية ولا في البنية الاجتماعي. وقد كان هذا الفهم لدور الدولة يستند إلى المذهب الفردي الحر وإلى الإيمان بقدرة الحرية الاقتصادية على إحداث التوازن الاقتصادي والاجتماعي، أي إلى الإيمان بأن النظام الاقتصادي يمتلك التلقائية التي تحقق توازن تشغيل كامل، وهو مضمون النظرية التقليدية. ونتج عن ذلك أن اقتصرت النفقات العامة على ضمان سير المرافق العامة التقليدية، وإن اقتصر غرض الإيرادات العامة على تغطية النفقات العامة، وأن أصبح دور الميزانية هو ضمان التوازن بين الإيرادات العامة العادية والنفقات العامة العادية. كما ترتب على هذه المقدمات رفض الاتجاه إلى العجز الميزانية، أي إلى القروض لتغطية النفقات العادية، وذلك لأن هذا العجز وهو يخصص لتغطية نفقات استهلاكه ضار باستثمارات ويؤدي إلى حدوث التضخم. كما ترتب على هذه المقدمات أيضا رفض تكوين احتياطي مالي، لأنه يعني أن الدولة تحصل من الأفراد وبلا ضرورة على مبالغ كان يمكنهم استثمارها.
أما فيما يخص الدولة المتدخلة، أدت التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي حدثت في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين إلى خروج الدولة الرأسمالية عن حيادها التقليدي. وقد تدعم تدخل الدولة الرأسمالية في الحياة الاقتصادية بعد ذلك بسبب الحرب العالمية الأولى والتقلبات الاقتصادية التي يتصف بها النظام الرأسمالي والأزمة العالمية الكبرى في عام 1929. قد أدت هذه الأمور إلى ظهور مؤلف كينز النظرية العامة في التشغيل والفائدة والنقود للجنرال Theory of Employment Interest and Money في عام 1936. وقد قامت هذه النظرية على أساس السماح للدولة بالتدخل في الحياة الاقتصادية من أجل تحقيق التشغيل الكامل لو بلان امبلوا. وهذا التدخل يتم عن طريق التأثير على العناصر المكونة للطلب الفعلي effective demand، والطلب الفعلي يساوي الطلب الكلي على سلع الاستهلاك زائد الطلب الكلي على سلع الاستثمار. وقد ترتب على نظرية كينز أن المالية العامة المتدخلة في النظام الرأسمالي قد قامت على الأسس التالية: أولا، الأدوات المالية تعتبر اقتصادية واجتماعية، فقد أصبحت النفقات العامة والإيرادات العامة جزءا من الكميات الاقتصادية الكلية، ومن ثم اعتبرت الميزانية أداة للسياسة الاقتصادية من أجل تحقيق أهدافها السياسية والاجتماعية والاقتصادية. ثانيا، هدف المالية العامة هو تحقيق توازن اقتصادي لا توازن مالي، أي لم يعد تحقيق توازن بين النفقات العامة والإيرادات العامة في ميزانية الدولة هدفا، بل الهدف هو رفع الطلب الفعلي أو خفضه من أجل تحقيق التشغيل الكامل والاستقرار الاقتصادي. وفي سبيل ذلك يمكن الاتجاه إلى عجز الميزانية أي الإصدار النقدي وإلى النقود العامة، ومن ثم فإن هذا يستدعي وجود تعاون وثيق بين المصرف المركزي أي مؤسسة النقد والميزانية العامة. ثالثا، تحقيق الاستقرار الاقتصادي. يرى كينز أن تعمل الميزانية على معالجة دورات التقلبات الاقتصادية التي يعاني منها النظام الرأسمالي. وفي سبيل تحقيق الاستقرار الاقتصادي فإنه يجب أن يتكيف عمل الميزانية مع وضع الظروف الاقتصادية، ويتم ذلك في رأي أتباع كينز بالأخذ بنظريات الميزانية الدورية بيدج كلينيك، وذلك بتخصيص فائض الإيرادات المتحقق في فترات الازدهار لإنفاقه في فترات الانكماش. رابعا، إعادة توزيع الدخل القومي لصالح الطبقات الفقيرة. إن فكرة إعادة توزيع الدخل القومي لصالح الطبقات الفقيرة في المجتمعات الرأسمالية الحاضرة تجد لها مبررات سياسية واجتماعية واقتصادية. تتلخص المبررات السياسية والاجتماعية بأن الصراع الطبقي بين الفقراء والأغنياء وظهور نقابات العمال والأحزاب السياسية العمالية قد أدت إلى حصول هؤلاء الفقراء على بعض المكاسب، بل واستلامهم الحكم في بعض البلاد. أما المبررات الاقتصادية فتتمثل بأن المجتمعات الرأسمالية قد قطعت مرحلة التكوين والتراكم الرأسمالي ووصلت إلى مرحلة الإنتاج الوفير، وهي محتاجة لتصريف هذا الإنتاج ومن أجل ذلك فإنه يجب العمل على رفع الطلب الكلي وتحقيق التشغيل الكامل، وذلك بأن تعمل المالية العامة على إعادة توزيع الدخل القومي لصالح الفقراء. خامسا، كيفية ترتيب الأدوات الضريبية. بسبب الظروف البلاد المتقدمة الرأسمالية وبنيانها الاقتصادي فإن النظام الضريبي يجب أن يقوم على أساس ارتفاع العبء الضريبي مقارنة بما عليه الحال في البلاد المختلفة، ويجب أن يكون مرتفع العبء نسبيا خلال فترات الانتعاش وخفيف العبء نسبيا خلال فترات الانكماش. كما يجب أن يقوم على أساس تصاعد سواء في الضرائب المباشرة أم في الضرائب الغير مباشرة. في البلاد المتقدمة مثلا التي تقوم على أساس تملك الدولة لوسائل الإنتاج أي الملكية الجماعية، فإن الدولة تأخذ على عاتقها تحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي مع قيامها بالإنتاج وتوزيع كما تحددهما الخطة العامة الاقتصادية والاجتماعية، ولذلك يطلق عليها عادة الدولة المنتجة إيتا برودكتور. وقد أدى ذلك في مجال المالية العامة إلى ظهور التخطيط المالي، ومن ثم فقد قامت المالية العامة فيها على الأسس التالية: الميزانية العامة جزء من الخطة المالية، تبين الميزانية العامة إيرادات ونفقات الدولة وهيئات العامة الأخرى، بينما تبين الخطة المالية بالإضافة لما هو وارد
في الميزانية العامة، إيرادات ونفقات والمشروعات العامة. وسبب ذلك يعود إلى اعتراف الدولة للمشروعات العامة بالاستقلال القانوني والمالي، ومنحها حق التمويل الذاتي بجزء من صافي أرباحها. وكل هذا يدل على أن الميزانية العامة تعتبر جزءا من الخطة المالية، وقد ترتب على ذلك أن الخطة القومية تحكم الميزانية العامة في وضعها وتنفيذها، بحيث تقصد الميزانية إلى تحقيق الأهداف الواردة في الخطة، وأن يتفق بدء وانتهاء الميزانية العامة السنوية مع بدء وانتهاء الخطة السنوية، وأن تتغير طبيعة الميزانية العامة لتتلائم مع الطبيعة الإلزامية للخطة القومية، أي بحيث تتغير طبيعة الاعتمادات الواردة في الميزانية من تقدير وإجازة إلى تقدير وأمر بالتنفيذ. أما النفقات العامة وتهدف النفقات، ويتهدف في هذه الدول إلى تحقيق الأهداف الاستثمارية وغير الاستثمارية الواردة في الخطة، وقد استتبع هذا زيادة النفقات العامة بجميع أنواعها وزيادة نسبتها إلى الدخل القومي. أما الإيرادات العامة أي الضرائب، ازدادت أهمية الضرائب غير مباشرة، الضرائب أي على رقم الأعمال في هذه الدول، كما ازدادت أهمية الضرائب على أرباح المشروعات العامة، وانخفضت أهمية الضرائب على الدخول الفردية. وقد استخدمت هذه الضرائب لتحقيق هدفين: أولا تمويلي، وثانيا توجيهي. ويقصد بالهدف التمويلي مد الدولة بالأموال اللازمة لها عن طريق سحب فائض في المشروعات، أي في المشروعات العامة أو في القطاع التعاوني أو في القطاع الخاص. أما الهدف التوجيهي فيقصد به سحب جزء من دخول القطاع التعاوني والخاص إذا كانت هذه الدخول مرتفعة عن حد معين، بحيث لا تتلائم مع فكرة الدولة عن توزيع الدخول. كما قصد بالضرائب غير مباشرة العمل على تحقيق توازن بين التيارات النقدية والتيارات العينية من ناحية، وتحقيق بعض الأهداف السياسية والاجتماعية والاقتصادية الأخرى من ناحية ثانية. بهذا نكون قد استكملنا درس اليوم، وأترككم حتى ألتقيكم في حلقة قادمة. بهذا أكون قد أنهيت درسي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.